حبيت أجرب اليوم أسوي بيتزا بالطريقة الأصلية وتخمير 7 أيام. أول شي خليت البولش، مقادير راح أكتبها جوا الفيديو. طبعا خمرته 5 أيام بالثلاجة. بعد ال5 أيام عجنته من جديد ويا ماي بعد وطحين وزيت زيتون، عجنته تقريبا 10 دقايق، خليت العجينة ترتاح فد 20 دقيقة وعجنته من جديد فد 5 دقايق، وخليتها ترتاح فد 10 دقايق بعد، ودهنت الطاسة بزيت زيتون وخمرته يومين بالثلاجة. هسه بعد يومين جبت العجين، خليت شوية طحين وقطعته 4 قطع ونكوره بهذا الشكل. عندي هنا صينية خليت شوية طحين وخليتها ترتاح فد ساعتين. طبعا الصوص اسهل شي، جبت معجون طماطة حبة كاملة وريحان ورشة ملح وخلطته، وهاي صار عندنا اطيب بيتزا صوص. بعد ساعتين صارت القطعة دبل. خليت شوية سميد وفردت عليها العجينة بهذا الشكل. الافضل خلوا الاطراف لان كل الطعم بيها. خليت الصوص بس بدون الجبن ونخليها بالفرن على نار عالية تقريبا 5 دقايق. بعد ما استوت كامل خليت جبن موزاريلا ورجعتها للفرن دقيقتين بس يذوب الجبن، شوية زيت زيتون وريحان، وهاي كملت عندنا أطيب بيتزا تجربوها. الطعم فد شي خرافي والعجينة بوحدة شي ثاني.